بس القواعد ديال اللغه الانجليزيه كاملين تيتختصروا في نصر زمان. مرحبا بك في انجليش بالدارجه، بقى معايا حتى الاخر باش تفهم. اللي معروف او في جميع اللغات ديال العالم او منذ اكتشاف الوقت، عندنا ثلاثه ديال الازمنه اساسيه. عندنا الماضي او شي حاجه وقعت البارح او الساعه اللي فاتت الى اخره، ثم عندنا الحاضر شي حاجه وقعت دابا، ثم المستقبل اي شي حاجه غتوقع من بعد الساعه الجايه، النهار الجاي، العام الجاي الى اخره. حنا مازال ما عارفين عليها حتى حاجه، تقدر توقع في اي لحظه الى اخره. الا انه في اللغه الانجليزيه جاو دوك الناس اللي صاوبوا دوك القواعد قالوا لك اودي اوهوي. حنا هاد الازمنه الاساسيه الثلاثه غنردوهم 12. كيفاش؟ هزو دوك الازمنه الاساسيه الثلاثه اللي هما الماضي، المضارع او الحاضر، ثم المستقبل، قسمهم على 4 ديال الصيغ لكل زمان. ديال 4 ديال الصيغ الماضي، 4 ديال الصيغ المضارع، ثم 4 ديال الصيغ المستقبل. والجميل والاسهل في الامر ان هاد الصيغ الاربعه كاملين اللي فرقوا على هاد الازمنه هادو كيتشابهوا، الشيء اللي تيخليهم ساهلين اننا نفهموهم ونحفظوهم كذلك. اذا نبداو بالصيغ الاربعه ديال الماضي اللي هو الباست، باست سيمبل او الماضي البسيط، باست كونتينوس او الماضي المستمر، باست بيرفكت او الماضي التام، ثم باست بيرفكت كونتينوس او الماضي التام المستمر. هاد الصيغ سيمبل، كونتينوس، بيرفكت كونتينوس هما نفسهم الصيغ اللي تنقسم لهم المضارع والمستقبل. ففي البريزنت مثلا او المضارع بريزنت سيمبل، بريزنت كونتينوس، بريزنت بيرفكت كونتينوس، او المضارع البسيط، المضارع المستمر، المضارع التام، ثم المضارع التام المستمر. نفس الشيء بالنسبه للفيتشر او المستقبل اللي هو الفيتشر سيمبل، فيتشر كونتينوس، فيتشر بيرفكت، ثم الفيتشر بيرفكت كونتينوس. العربيه المستقبل البسيط، المستقبل المستمر، المستقبل التام، ثم المستقبل التام المستمر. وبهذا كنكونوا كونا 12 صيغه من الازمنه الاساسيه الثلاث اللي تسموا باللغه الانجليزيه تنسس، واللي تعتبروا 70% من اللغه الانجليزيه، حيت هما القواعد او هما لا باس. وباش تعرفوا وتفهم كل زمن من الازمنه اللي ذكرنا في الفيديو بوحده والقاعده ديالو، الاستعمالات ديالو، صيغه النفي والسؤال ديالو متى كنستخدموه، كومونتي كلمه زمان. غنصيفط لك واحد اللين غيعطيك واحد الفيديو فابور تيشرح لك كلشي من الاول حتى الاخر. See you in the next video. Stay sharp.